لماذا أمريكا تريد في هذا الوقت بالذات إلى وساطة بين المغرب والجزائر؟ والله ما سمعتك. إلى وساطة بين المغرب والجزائر. وساطة بين المغرب والجزائر. راح نوضح في هذه المداخلة الصغيرة، راح نوضح للرأي العام ما هي الأسباب اللي أدت بأمريكا إلى هذا الكلام. هذا مش كلام عفوي، هذا كلام مدروس ومحسوب لأسباب. كاين فيها 3 أسباب اللي خلات أمريكا تعلن على هذه الوساطة بين الجزائر والمغرب. أول سبب هو أن أمريكا تريد استقرار إقليمي في شمال إفريقيا للحفاظ على أمن الحوض البحر الأبيض المتوسط ومحاربة الإرهاب والهجرة الغير الشرعية وحماية مصالح الناتو والله ما سمعتك. وحماية مصالح الناتو. هي نضحكوا كامل هي. حماية مصالح الناتو للدول الجنوبية من أوروبا. هذا السبب الأول. السبب الثاني اللي خلات أمريكا تدير الوساطة، تعلن على هذه الوساطة، أنها تريد إقامة مشاريع واستثمارات ضخمة خاصة في المجال الطاقوي والموانئ والبنية التحتية في شمال إفريقيا، والتنسيق بين المغرب والجزائر يسهل هذه المهمة. يرحم بابك. والتنسيق بين المغرب والجزائر يسهل هذه المهمة. السبب الثالث اللي خلى هذه إعلان على هذه الوساطة وهو النفوذ الصيني الروسي في شمال إفريقيا اللي عكر الأجواء لأمريكا. تريد إيقاف هذا الزحف تاع النفوذ الصيني الروسي اللي راه في شمال إفريقيا. يا خويا دغيوشي لي لايلي بحالا يا خويا، دغيوشي لي فوتي يا خويا.